أنا هسألك سؤال، بس محتاجك تجاوب بينك وبين نفسك. أنت ليه مش قادر تنسى الماضي؟ غالبا دلوقتي قلت علشان اللي حصل كان مؤلم، أو علشان الشخص ده كنت بتحبه جدا، أو علشان ضيعت فرصة كان نفسك ما تضيعهاش، أو علشان ندمان حتى على قرار أخدته وكان غلط. ولو كانت إجابتك واحدة من دول، فأحب أقولك إن ولا واحدة من دول تقريبا هتكون السبب الحقيقي. ولو حابب تعرف إيه هو السبب الحقيقي اللي بيخلينا مش قادرين ننسى الماضي فعلا، وتعرف إزاي تخرج من الدايرة دي بدون ما تخسر حد، كمل معايا الحلقة للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصطفى قاسم، ودي سطور من حياتنا اليومية بنناقشها مع بعض. يلا بينا نبدأ. كل واحد فينا عنده ماضي، في مواقف كتير بنفتكرها فبنبتسم، وفي مواقف مجرد ما تيجي في بالنا نحس بنفس الوجع وكأنها حصلت امبارح. وعلشان كده كتير بتقول نفسي أنسى، لكن الحقيقة إن الإنسان عمره ما بينسى الأحداث اللي أثرت فيه بجد. وده طبيعي، اللي بيتغير مش الذكرى نفسها، اللي بيتغير هو تأثيرها علينا والطريقة اللي بنتعامل بيها معاها. وعلشان نفهم ده بشكل بسيط، هنقسم الموضوع لأربع نقاط. النقطة الأولى، إحنا متعلقين بإيه فعلا؟ والنقطة التانية، ليه بنرجع للماضي حتى لما يكون هو سبب وجعنا؟ النقطة التالتة، إزاي تعرف إن الماضي بدأ يسرق منك الحاضر؟ والنقطة الرابعة والأخيرة، إيه الخطوات العملية اللي تساعدنا نخرج من الدايرة دي من غير ما ننكر اللي حصل، ومن غير ما نفضل عايشين فيه؟ النقطة الأولى، إحنا متعلقين بإيه فعلا؟ أول غلطة بنقع فيها إننا بنقول أنا متعلق بالماضي، لكن الحقيقة الجملة دي تكاد تكون مش حقيقية، لأن الماضي مش حاجة واحدة. الماضي فيه سنين وأماكن وناس ومواقف ونجاحات، ومع ذلك أنت مش متعلق بكل ده. أنت متعلق بحاجة محددة، يمكن شخص أو حلم معين أو إحساس معين تجاه شخص ما، ويمكن حتى متعلق بنسخة قديمة منك. خليني أوضح لك أكتر وركز معايا. في حد ممكن يقول أنا لسه مش قادر أنسى الشخص ده، لكن لو قعد مع نفسه بصدق هيكتشف إن اللي وحشه مش الشخص نفسه، اللي وحشه هو الإحساس اللي كان بيحسه وهو مع الشخص ده. الإحساس بالأمان، بالاهتمام، إن في حد يسمعه، وده كان بيحسسه دايما إنه مهم في حياة حد. ولما الشخص ده مشي، الإحساس ده اختفى، فالعقل ربط بين الاتنين، فكل ما يشتاق للإحساس ده يفتكر الشخص. وفي واحد تاني يقول نفسي أرجع أيام الجامعة، لكن هل فعلا نفسه يرجع للامتحانات والسهر وضغط المذاكرة؟ أكيد لأ. هو مشتاق لمرحلة كانت مسؤولياتها أقل، صحابه حواليه وأيامه أبسط، خروجاته كتير ومشاكله أقل. وفي واحد تالت لحد النهاردة بيلوم نفسه بسبب قرار أخده من سنين واكتشف إنه غلط. يعني في كل الأمثلة دي إحنا مش متعلقين بالماضي نفسه، إحنا متعلقين بحاجة موجودة جواه. وده فرق كبير جدا، لأن طول ما أنت فاكر إن اللي ناقصك هو الماضي، هتفضل مستني المستحيل. لكن أول ما تعرف إنك مفتقد إيه فعلا، هتبدأ تدور عليه في المكان الصح، ودي هتكون بداية التعافي. وده أول سؤال لازم تجاوب عليه بنفسك بشكل صريح قبل ما تدور على أي حل. أنت متعلق بإيه فعلا؟ النقطة التانية، ليه بنرجع للماضي حتى لما يكون هو سبب وجعنا؟ بعد ما عرفنا إننا مش متعلقين بالماضي كله، إحنا بس متعلقين بحدث أو بحاجة معينة فقط. لو سألنا كتير من الناس ليه بيرجعوا للذكرى، هيقولك غصب عني. هو ده صحيح فعلا، لكن مش دي الصورة الكاملة. خليني أسألك سؤال، لما تحس بالوحدة بتعمل إيه؟ يمكن تفتح الصور القديمة، أو تدخل تقرأ آخر محادثة، أو حتى تشغل حاجة كانت بتفكرك بالشخص ده. أو يمكن تقعد تعيد نفس الموقف في دماغك وتقول لنفسك يا ريتني كنت قلت الكلمة دي بدل دي، يا ريتني ما كنتش عملت كده. وهنا بدون ما تحس، العقل بيتعلم إن كل مرة تتألم فيها يرجع لنفس المكان. ومع التكرار الموضوع ما بقاش مجرد ذكرى، بيبقى عادة، وزي أي عادة كل ما تكررها تبقى أسهل. هقولك مثال، تخيل إن في أرض فاضية مفيهاش ملامح لطريق، وبدأت تمشي فيها. هيكون صعب أول مرة، تاني مرة أسهل شوية، بعد عشرات المرات هيتحول لطريق واضح وأي حد يمشي فيه من غير تفكير. وده بالظبط اللي بيحصل جوه دماغنا، كل مرة ترجع لنفس الذكرى بتمهد لها الطريق أكتر. علشان كده بعد سنين ممكن تفتكر موقف قديم بنفس الألم وكأنه حصل من أسبوع، مش لأن الماضي قهوة منك، لكن لأنك من غير ما تقصد فضلت تديه وقتك واهتمامك وتفكيرك. احنا أوقات بنقول إننا أوفياء للماضي، لكن الحقيقة
إحنا مش أوفياء للماضي قوي زي ما إحنا متخيلين، إحنا بس خايفين من المستقبل، لأن المستقبل معناه إننا نعترف إن اللي حصل انتهى وإن الحياة كملت، وده اعتراف مؤلم لمعظم الناس. لكن المؤلم أكتر إنك تفضل واقف مكانك مستني حاجة انتهت بالفعل. علشان كده المشكلة مش إن الماضي لسه موجود، المشكلة إنك بتسمح له يرجع ياخد مكانه في كل مرة. لكن إزاي تعرف إن الماضي بقى مجرد ذكرى وإنه فعلا بدأ يسرق منك الحاضر؟ وده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. أتمنى تكون خرجت من الحلقة دي ولو بسطر واحد يغير حياتك. شكرا على وقتك الجميل. لو عجبتك الحلقة ابعتها للي بتحبه، وما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.